مرحبا بكم مشاهدينا في قناة أنوال تيتريت. بغيت نخرج شوية على النمطية في تقديم الشيفلور. اليوم اختاريت نقدمه لكم على شكل غراتان. الصراحة هاد الطبق تيجي رائع ولذيذ، وهو تنقدمه كطبق مرافق لطبق رئيسي. بقاو معنا باش تشوفوا المقادير والطريقة. نبداو على بركة الله. ناخدو الشيفلور، نقيو الحبات ديالو ونغسلوه ونديروه يتسلق في الماء بلا ما نضيفوا له حتى حاجه. بالنسبه لاصوص بيشاميل غنحتاج معلقه ونص ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الزبده، والحليب بدرجه حراره المطبخ. عندي هنا نص الحليب، وحتى نطفيو على لاصوص بيشاميل وغنزيد ليها 2 بيضات. العطريه غنحتاج ابزار، الملحه، الكوزه والزعتر. فوق النار غنديرو معلقه كبيره ديال الزبده، ندوب هي الاولى، تيبان لي نستعمل الفوي من الاول، الطراب اليدوي، باش نتحكم في لاصوص. نزيد عليها معلقه ونص ديال الطحين، ونخلط كلشي باش يندمج الزبده مع الطحين. نزيد عليهم الحليب ونخلط الكل حتى يتفكوا حبيبات ديال الطحين. تنستعمل الطراب اليدوي باش لاصوص تجيني ليس وما يكونوش فيه هذاك العقادي وما تكونش مكوره. نحك عليها الكوزه. كاين اللي ما تيفضلش الكوزه، نقول لكم انه مكون اختياري يمكن لكم تستغناو عليه. ودائما مع التحراك غنزيد الملحه حسب الذوق والابزار. غنكمل بمعلقه خشبيه لان صافي بان ليا ان لاصوص راه صافي بدات تتقال وما غاديش تكور ليا. بقات لي دابا غير نتقلها شويه ونبقى في التحراك هكذا بشكل دائري من الفوق لتحت، وتنحرك مزيان باش لاصوص تجيني عاقده. هيا راه بدات تتقال. نزيد عليها الزعتر قبل ما نطفي عليها. انا تعجبني ندير هاد 4 المكونات في لاصوص بيشاميل باش تعطيها اللذه وتعطيها البنه. نطفي عليها النار ونزيد ليها 2 بيضات. في هاد الاثناء غنحرك بسرعه باش البيض ما يطيبش في قلب لاصوص. البيض تنزيدو باش تبنان لينا لاصوص وما يجيناش الكغاتان باسل. راه كما قلت لكم راه البوطه هنا مطفيه صافي لاصوص عاقده. غنمشيو نكملوا المراحل. تناخذوا الشيفلور اللي سلقناه في الماء، خليته يستقطر مزيان حتى تخلص من الماء ديالو كامل. غنديروه في شي انيه وغنهرسوا الحبات ديالو. ما نمعكوهش مزيان حتى يولي صوبه، ولكن نخليو شويه الحبات باينين. نجيبوا لاصوص بيشاميل اللي حضرنا. هانتوما تتشوفوا راه ما لاصقاش، يعني هذيك الطريقه ديال الفوي ولا الطرب اليدوي راه مزيانه. غير تخدموا التقنيه راه غتجيكم لاصوص ناعمه ليس. ما تحتاجوش انكم تدوزوها في شي طحان ولا شي حاجه، يعني مع الدقه الاولى تصدق. وهذيك العطريه اللي خدمنا في لاصوص بشاميل هي اللي غتسبل لنا الشيفلور. غنخليو الشيفلور يشرب لنا لاصوص بشاميل. غنجيب مول تيدخل الفران، دهنته هنا بالزبده. فضلت نخدم هذا المول مويان وغنزيد عليه هذا مول صغير باش نقدمو كحصه فرديه. يمكن لكم تستعملوا هذاك المقله الثقيله ديال الحرشه، حتى هي تجي فيه مزيان، تجي فيه لذيذه وتجي فيه طبقه رقيقه وتطيب على المهل.
تيجي فيها الديد حتى هو تعجبني ندير فيها هاد الكغاطا. غنكب المحتوى اللي عندي في المول، نحاول نقسمو على هاد جوج مولات، هاد المتوسط والصغير. نكب الكميه كلها ونقادلو وجهو وندخلو الفران دابا على درجه حراره متوسطه، غير باش يتجمع لنا الكغاطان ويتحمر الوجه ديالو. مي طاب الكغاطان خرجته من الفران، رشيته بشويه الفرomاج محكوك ورجعته تاني باش يتحمر. من بعد ما داب الفرomاج خرجنا الكغاطان من الفران. ها هو الكغاطان بالشيفلور ولا صوص بيشاميل وجد، وجه ديالو محمر وعنده واحد المذاق رائع. زعما ما بغيتش نشكرو لكم، ولكن الصراحه نهار اللي غتجربوه غادي يعجبكم وغتخرجوا على النمطيه ديال التوجد ديال الشيفلور بالطريقه العاديه، وغيولي عندكم هذا هو المعتمد عندكم. نتمنى تجربوا الطبق ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم، ولا كانت شي ملاحظه بعتوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوناش من اللايكات، وخليتكم على خير والى اللقاء.